هذه هدى موديل عندها أكثر من 10 سنوات في الإمارات، وبالضبط في دبي. وأختها أختها يسموها أمال، عايشة معاه في صدف تاور، وراهم يتبعوا فيها هنا الإماراتيين. بالمناسبة هذا السيد راه مكون ثروة طائلة في الإمارات باسم، ماشي باسم، على ظهر المتاجرة بالبشر، المتاجرة والتهريب الدولي للبشر. وراه ساكن في صدف تاور في الجي بي ار مارينا اللي راهم يعرفوه، حتى الجزائري اللي راهم عايشين ثم والجزائريات اللي راهم عايشين ثم. هذه الإقامة الرئيسية تاعه اللي عايش فيها هو مع المدعوة أمل. يبعث كل يوم تقريبا بصفة يومية يبعث هذا الجانب المظلم في دبي، يبعث بصفة يومية حوالي 7 8 بنات 9 10 صديق، وعلى حساب لي كليون كما يسموهم هما الزبون، ب 2000 دولار 2000 درهم بليتو لليله، اللي هي تعادل بدراهمنا حنايا 12 مليون. يعطيها 500 ويديوها 1500 ويقول لها هذيك راكي 1500 راكي تخلصي بها لي فري تاع الفيزا اللي جاب لي خلصناها عليك في البلاد، وباه جبناك وباه كذا وباه كذا. فكاين ناس راهم، كاين بنات راهم دي زوطاج عندها بوندون 3 سنين. العنوان اللي راهم مسكنينهم فيه في البنات في دبي هو يسموه روضة أمواج سويت في ليطاج 12 وليطاج 14. يعني العنوان في روضة أمواج سيت اللي هم يتابعوا فينا الإماراتيين وخاصة في دبي، في روضة أمواج سويت طابق 12 وطابق 14. يوجد هناك رهائن من أصول جزائرية